بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل او مساء الفل على اختي وحبيبتي وامي اللي بتتابعني. وحشتوني وحشتوني وكمان مره وحشتوني. يلا بينا نشوف الروتين بتاعنا النهارده فيه ايه. في شويه افكار كده حلوه قوي. النهارده الروتين بتاعنا في المطبخ، يعني هنقعد في المطبخ من الاول لحد الاخر. بس عايزه اقولك ايه، النتيجه جباره. يعني النهارده هنخرج من المطبخ كده بحاجه حلوه. انا لما بدخل المطبخ ما بخرجش كده وخلاص، لا، لازم ابقى ماليه مركزي كده وانا خارجه من باب المطبخ. يلا بينا نشوف هنعمل ايه النهارده. حطيت حلتين على النار وهقولك دلوقتي حطيت الحلتين ليه. جبت مكرونه وجبت بقى شويه حاجات كده علشان خاطر هنعمل الغدا بتاع النهارده. حاجه حلوه كده الولاد كلها بيحبوها. حذري فزري ايه، اكيد عرفتي صح كده؟ صح صح. المهم يعني جبت بقى مكرونه وجبت لبن. طبعا جبت شويه حاجات زي ما انتم شايفين كده، بس الجلاش كان عندي في الفريزر. بس يعني وانا داخله المطبخ قلت اخده معايا، يعني بما اني يعني لسه جايه وكده فبالمره. ما كانش عندي بهارات اللي هي السبع بهارات، فجبت تمن بقى السبع بهارات دول. ده بينفع بقى للفراخ وبينفع للحمه واي حاجه انت عايزه تدخلي لها بهارات بتنفع اللي هي تتحط فيها، حتى المحشي كمان. لكن لما بتخصصي بقى البهارات اللي هي بهارات لحمه او بهارات فراخ، ما ينفعش تحطي بهارات اللحمه على بهارات الفراخ، ده لوحده وده لوحده، فاهمه قصدي؟ بعد كده ما كانش عندي بقى مرقه دجاج، فجبت برضو اللي هي الشريط الطويله ديت. معرفش سعرها كام بصراحه، انا قلت له عايزه ب5 جنيه، فادهالي كده كلها على بعضيها. انا بقى بقصقصها وبحطها في الباسكت اللي انت شايفاه ده. بتسهل عليا لما اجي اخد اروح واخده على طول. جبت طبق بقى وهحط فيه ايه، هحط فيه زعتر وهحط فيه روزماري وهحط كمان ورق غار، وكمان هحط كده 3 او 4 حبهات. يعني انا حاطه كتير بس عشان خاطر الحبهان اللي عندي صغير شويه. طبعا مستحب اللي انت تفتحي الحبهان، في ناس كتير قوي بتحطه في الشوربه كده وهو مقفول، لا، افتحيه نصين علشان خاطر اللي جوه يطلع، وهو دوت طعم الحبهان. لكن القشره الخارجيه دي ملهاش اي لازمه خالص. قشرت بصلايه وقطعت طماطمايه. حبيبه قلبي بقى اللي سالتني قالت لي يا هبه على الاكياس ممكن توريها لي، علشان خاطر انا معجبه بيها قوي وشكلها حلو كده. مش واحده بس، ده كتير قوي يا هبه، وريها لنا. بصوا يا جماعه، ده عباره كده عن رول اكياس، انا كنت جايباه من كازيون، تقريبا سعره 20 جنيه حاجه زي كده. فانا لما رحت النهارده نزلت اشتري حاجات، الراجل اللي انا بجيب منه الحاجات البلاستيك اللي هي الشنط بتاعت الكمامه، ورق اكياس التلاجة، الاسترتش رول، الحاجات الشفاطات، العلب بتاعت التلاجة، الحاجات اللي هي الورقيات، فاهمين قصدي؟ فلقيت عنده البقرة دي كده كلها على بعضيها سعرها 10 جنيه، فيها 100 كيس، فانا حاساها اللي هي هتبقى حلوة. ليه بقى ديت احلى من الاكياس الفرداني دي؟ كده تحس اللي هي منظمة شوية. التانية لما بتتباع كده على بعضيها فاضية، بحس لما اجي اسحب كيس بلاقي الدنيا كلها وقعت واتبحتروا كده وبقوا مش حلوين. مهما حافظت عليهم ومهما مهتمية بالحاجة، برضو النظام بيبقى حلو. فانا شايفاها اللي هي 100 كيس ب10 جنيه حلو جدا. يعني قولي ممكن هتقعد معاكي اسبوعين شهر لو استخدامك مش كتير. بصوا بقى، ربنا يهديهم ولادي ويخليهم لي. حد يعني حد مين بقى الله اعلم، لا مكة لا يوسف، لعبوا في التايمر بتاع التلاجة وتلجوا الخيار زي ما انتوا شايفين كده. الخيار لسه كنت جايبه كيلو ونص خيار ما بقلوش 3 ايام وغسلاه ومظبطاه والدنيا تمام، لقيت الخيار تلج في الدرج. طب ايه اللي حصل؟ ببص على التايمر لقيت رافعين درجة الحرارة. مخلينا حاجة فظيعة بصراحة. فمش هقدر اتكلم ولا هزعق، لاني لو رحت قلت لدوت هيقولي ما عملتش، ولو رحت قلت لدي هتقولي هتهزلي راسها كده وتشاور على اخوها. والله اعلم، بس انا هراقب الموضوع واشوف مين اللي عمل كده. المهم الخيار هيترمي؟ لا مش هيترمي. في حاجه بتترمي عندنا؟ لا مفيش حاجه بتترمي. طب هنعمل ايه؟ هنعمل شويه مخلل حلو قوي. شلت الحاجات المتلجه اللي هي بدايه الخيار ونهايه الخيار، يعني كده رميت ربع الكميه، لكن التلات ارباع موجوده عندي اهو زي الفل، ما فيهوش اي حاجه. طبعا تقدري تعملي كده لو انتي برضو لسه جايبه خيار ومحتاجه اللي انتي تخليه، بيبقى طعمه حلو جنب الاكل. فاكرين الجزر اللي احنا كنا عاملينه مع بعض؟ اهو خلاص العلبه خلصت، فاضل بس شويه صغيرين دول حطيتهم في الطبق كده عشان اخد العلبه استغلها في الخيار.
الخيار علشان خاطر يقعد معاكي فترة طويلة مش مستحب اللي انت تقطعيه، فانا قطعت نص الكمية والنص التاني سبت الخيار بحاله. حطيت الخيار اللي هو بحاله من تحت الواحدة بوحديتها، لما يستوي هطلعه اقطعه جنب الاكل. بعد كده بقى حطيت بقية الخيار اللي احنا كنا مقطعينه، وجيت اشوف الملح لقيت العلبة خلصت، فرحت مفضية بقى ملح. بصوا بقى بحاول ان انا كده انشف الرخامه عندي على طول. الرخامه بيبقى فيها ميه بس الرخامه نظيفه علشان خاطر هي جنب الحنفيه بتاعه الميه وكده. جبت بقى كده حوالي كوبايتين ميه، وهبدا ان انا حطيت عليهم 3 معالق ملح. نص كيلو الخيار بياخد 3 معالق ملح، فانا اللي شايفاه دوت كده بمعدل كيلو الا ربع، فانا مش عايزه الموضوع يبقى اوفر شويه، لان كيلو المخلل اللي هو كيلو الخيار او كيلو الجزر او اللفت او الليمون بياخد 6 معالق ملح. خليكي كده حافظه الموضوع ده. حطيت الميه وقلبتها كويس، وبعد كده حطيتها على الخيار، وحطيت شويه شطه صغيرين، وقلبت كله ببعضه. طب الخل يا هبه؟ لا مش بحط خل يا جماعه في المخلل بصراحه، لان احنا مش بناكل مخلل كتير، فبخاف احسن ايه الخل يهريه بسرعه، لكن لما يستوي كده على مهله الموضوع بيختلف. حطيته طبعا في التلاجة علشان خاطر برضو ما يتهريش بسرعه ويستوي بسرعه. حطيت بقى المكرونه خلاص هي قربت اللي هي تستوي، وكمان حطيت الفراخ. استنيت اول غلوه، شلت الريم بتاعها، وبعد كده نزلت بالتوابل اللي احنا حطيناها مع بعض. نيجي بقى علشان نعمل البصل بتاع اللحمه المفرومه عشان نعصج مع بعض البصل. طبعا انا وعدتكم ان انا لما اجي الشباسه ديت او المبشره دي لما اجي استخدمها هستخدمها معاكم واقول لكم رايي بكل صراحه، تمام كده؟ فانا النهارده هستخدمها ونشوف مع بعض الرأي ايه، حلوة ولا وحشة ولا ايه النظام. شلت السكاكين اللي هي بتاعت الشيبسي وحطيت السكاكين بتاعت البصل. طبعا انا غسلتها كويس جدا وظبطتها. هقشر دلوقتي البصل واغسله ونشوف بقى هنعمل ايه تاني مع بعض. يلا بقى بسرعة اكتبي لي تحت في الكومنتات عملتي اكل ايه النهارده. خلاص غسلت البصل وقطعته كده. البصل الكبيرة قطعتها على 4/4 والصغيرة قطعتها نصين. بثبتها بقى كده في الرخامة ال... اليد بتاعتها دي لما بتضغطي عليها لتحت بتثبت بضغط الهواء، بتثبت في الرخامة او في اي حاجة عندك، تمام؟ وبتبدأي بقى اللي انت تحطي البصلاية وتضغطي عليها بالعلبة اللي من فوق دي. حلوة يا هبة؟ اه حلوة والله، عملية جدا. لو انت ما عندكيش كبة اللي هي بتاعة الكهرباء ومحتاجة حاجة بقى تعمل معاكي بصل بسرعة او تعمل معاكي خضار بسرعة والكلام دوت، والله حلوة جدا وعملية وسعرها حلو. طبعا دي انا جات لي من جروب من جروب مريم، معلش مريم هي اللي بعتها لي في الجروب بتاعها. طبعا انا هسيب لكم اللينك بتاع الجروب بتاع مريم دوت لو انت حابه تطلبيها في صندوق الوصف ان شاء الله. سعرها كان 130، لكن لما عرفت اللي انا هعمل لها دعايه وكده وحبايب قلبي هيشتروها منها عملت لي خصم وقالت لي كل اللي هيجي من عندك هديهاله ب110. خلاص كده خلصت البصل كله. بصوا هو اللي طلع منها بس كده حاجات بسيطة جدا اللي هي اصلا بتبقى في المبشرة اليدوية. لما بتيجي تعملي بصل بيبقى فيه بصل كده متبقي منك حاجات بسيطة في المبشرة، لكن هي عملتهولي حلو جدا ورقيق ومخدش وقت خالص، وفي اللف مش تقيلة، فاهمة قصدي؟ حطيت بقى كده الطاسه دي على النار، وكمان حطيت الحله ديت. الحله دي مطرح سليق المكرونه، هي مش متوسخه ولا اي حاجه، بس انا صفيت المكرونه وخدت الحله قلت اعمل فيها البشاميل. حطيت معلقه سمنه وبعد كده حطيت بقى البشاميل وهبدا اللي انا اقلبه كده مع بعض. الطاسه التانية دي حطيت فيها برضو معلقه سمنه وهبدا اللي انا استناها لحد ما تسيح عشان هنعمل فيها اللحمه. البشاميل حطيت مكعب مرقة دجاج بيبقى طعمه حلو قوي لما بتحطيه مع البشاميل. عايزه اقول لكم بقى لكل مواليد شهر 7 كل سنه وانتم طيبين. انا عارفه ان احنا اصلا يعني ايه في ازمه وكده، لكن تتعوض بقى السنه الجايه ان شاء الله. لو معرفتيش تعملي عيد ميلادك او ممكن تعمليه بقى كده لو عندك بنت صغيره او ولد وكده ولادك، يعني تقدري اللي انت تعمله لهم في البيت بحاجه بسيطه كده وتتعوض ان شاء الله السنه الجايه. كل سنه وانتم طيبين وعقبال مليون سنه.
طبعا عايزة برضه اقول لكم لبداية الشهر الجديد، يا رب يجعل كل ايامنا كلها خير وحب ومودة ورحمة، ويجعل كده في قلوبنا كده الطيبة لبعض. صدقيني لما تحبي اللي قدامك من غير مصلحة، حبي اللي قدامك من غير مصلحة، ربنا هيكرمك قوي. وعلى طول ما انت قاعدة كده، تحبي الخير يعني حب الخير لغيرك. ما تقوليش لا طب هي ما عملتليش حاجة عشان احبها والكلام ده، لا مش شرط اللي هي تبقى في مساعدة او في حاجة مادية بينك وبينها عشان تحبي الناس. حبي كده الناس، والله ربنا هيحبك قوي. صدقيني الكلمة الطيبة دي صدقة، لما تضحكي في وش حد او مثلا لما تعاملي حد، صدقيني الموضوع بيختلف خالص خالص. تلاقي نفسك كده مفيش خبث، مفيش مثلا كراهية للي قدامك، مفيش. هتلاقيك انت من جواكي صافية كده، وكل حاجة ربنا انت عايزاها من ربنا بيسر لك الامور في كل حاجة. سيبيها بس انت كده على ربنا، وان شاء الله ربنا هيكرمك يا حبيبة قلبي. بصوا انا خلصت المكرونه وخلصت كمان اللحمه، خلاص عسقتها. ما حطيتش بقى ولا فلفل ولا طماطم وكده، لان المره اللي فاتت لما حطيت الفلفل الرومي طلع حراق، فانا قلت بقى خلاص المره دي يبقى الفلفل كل اللي عندي في التلاجة حراق، بلاش بقى عشان خاطر العيال. رحت حطيت معلقتين صلصه وقلبتهم بقى، وحطيت التوابل وكده بقت تمام. طبعا اللحمه المفرومه كلنا عارفين بنعصجها ازاي يعني. حطيت بقى طبقة المكرونة، وبعد كده نزلت عليها بطبقة البشاميل. طبعا العيال نايمين اصلا، لو كانوا صاحيين كانوا اتخانقوا معايا على البشاميل اللي في الحلة، فهم نايمين يعني الحمد لله. بصوا خلصت كده، خلصت المكرونه، مش هحط بقى بيض ولا هحط اي حاجه، هدخلها الفرن زي ما هي كده بالظبط. تعالي معايا بقى نعمل لفه جلاش، بس هنعملها النهارده بطريقه حلوه قوي. عملت معاكم قبل كده الجلاش اللي هو عادي بيتعمل في الصينيه وتحطي على وشه البيض واللبن. وعملنا في رمضان الجلاش اللي هو اللي انت تلفيه صوابع زي دوت كده او رول، وتحطيه في الصينيه وبرده تحطي على وشه بيض ولبن. النهارده بقى عايزين كده نغير شوية ونجدد من المطبخ بتاعنا ونشوف اكلات حلوة. النهاردة بقى هنعمله برضو كده بالطريقة ديت، بس هنقليه في الزيت. عايزة اقول لكم اللي عجب الولاد قوي قوي قوي، بالذات الزئرة الصغيرة اللي اسمها موكا دي، عجبها قوي. بقت ماسكه كده الصباع حلو كده، بتقطم القطمه. مفيش حاجه بتقع منها، ولا يمين ولا شمال ولا اي حاجه. صدقيني لو عندك اطفال صغيره اعملي لهم الحاجات دي، او حتى كبار، والله الكبار برضو بيحبوا الحاجات دي. انا وانا باكله كنت مستمتعه جدا، اللي هو حاجه جديده كده وطعمها حلو. كنت بعملها زمان بس كنت ناسياها شويه. بصي بتني الورقه نصين، وبعد كده بتني الحرف كده عشان تبقى سميكه شويه لما احط اللحمه. عايزه اقولك اللي صينيه الجلاش، يعني صينيه المكرونه والجلاش ده كله كده من نص كيلو لحمه بس. الصينيه خدت بمعدل ربع كيلو، والجلاش لفه الجلاش خد برضو بمعدل ربع كيلو لحمه. يعني تقدري اللي انت تمشي بيدك باقل الامكانيات والله، بس انت سيبيها كده على ربنا وهتلاقي كل حاجه فيها بركه والله العظيم. جيت اكسر البيضه بقى، كسرت البيضه فيها صفارين، حطيت بقى شويه لبن، وبعد كده حطيت الملح وحطيت شويه فلفل اسود، وهحط بقى بابريكا، مش هحط شطه عشان خاطر الولاد عندي. هقلبهم بقى مع بعض كويس جدا. وبعد كده بقى الفراخ عندي كانت استوت، والفراخ طبعا انا مملحاها ومظبطاها من الاول تمام، يعني وهي على النار ملحتها. بصوا كده حطيتها بقى هنا في الخليط دوت كده، الخليط دوت اللي احنا عملناه مع بعض، اللي هو البيض واللبن والتوابل بقى اللي عندك. حطي اي حاجة عندك انت عايزة تحطيها. بعد كده جبت بقى الدقيق، حطيت بمعدل نص كوبايه دقيق، وبعد كده حطيت عليهم كيسين الفيجيتار اللي هو الحار. حابه تحطي حار، حابه مش حابه ممكن تحطي عادي خالص براحتك برضو. هقلبهم بقى مع بعض كويس جدا. انا حطيت الفيجيتار ليه بقى؟ لان بيدي طعم حلو جدا للدقيق، بيبقى لما تيجي مثلا القرمشه اللي فوق الوش دي بتبقى طعمها حلو قوي مع الفريخ، فاهمه قصدي؟ لو انت مش عندك ممكن تستبدلي الفيجيتار دوت بمثلا التوابل اللي عندك، تحطي ملح وفلفل اسود وشويه شطه. ممكن كمان تبشري مكعب مرقه كده، تعمليه بودره وتروحي حطاه عليها، والله برضه هيبقى حلو قوي. حطيت بقى الزيت كده على النار، وهبدأ انزل بقى فيه الجلاش.
طبعا الحله اللي انتوا شايفينها على النار دي فيها الشوربه بتاعه الفراخ. لقيت الشوربه بتاعه الفراخ حلوه وجميله وزي الفل كده ودسمه شويه، فقلت ممكن احتفظ بيها بالفريزر، اعمل بيها اي حاجه تانية، نعمل طبق ملوخيه، نعمل مثلا حله محشي نسقيها بيها كده يعني. حاولي الحاجات البسيطة دي ما تترميش. ساعات والله بتقفي على مثلا عايزة شوية شوربة عشان تعملي ملوخية، فبتضطري اللي انت تعملي ايه، بتعمليهم بالمية. لا، ممكن حاجة زي كده تروحي شايلاها في الفريزر وقت تاني تنفعك. خلاص كده الصوابع الجلاش خلاص خلصت معايا. هبدأ بقى اللي انا احط بقى الفراخ زي ما قلت لكم. اللي انا كنت مقطعة الفراخ، الدبوس مقطعة 2، الورك مقطعة 2، وطبعا الصدر برضو شلت بقى الجناح لوحده وخليت الصدر لوحده، عشان خاطر لما تيجي تتحمر حلو كده، تبقى زي ايه، عم كنتاكي. طبعا انا حمرت الاول الاصابع الجلاش علشان خاطر يبقى الموضوع كده ايه سهل شويه، ولو في بقى دقيق او حاجه وقعت ما اجيش احمر بعد كده الجلاش والاقي المنظر مش حلو. لا، حبيت اللي انا احمر الاول الجلاش، وبعد كده برضو الفراخ هتتحمر بس وطي عليها النار. في ناس كتير قوي بتعمل الكنتاكي من غير ما تسلقي، من غير ما تسلقه يعني. بس انا النهارده انا اصلا ما كنتش هعمل كده والله. هي جات لي في دماغي بعد ما سلقت الفراخ، قلت طب انا ليه بقى بدل ما ادخلها تحت الشوايه وكده، طب ما انا احمرها وتبقى مكرونه بشاميل وجنبيها فراخ كنتاكي كده وصوابع الجلاش، ويبقى اكله حلوه. ايه رايك بقى في الاكله بتاعتنا؟ وطبعا الخيار المخلل اللي احنا عملناه، بس للاسف مش هناكله النهارده. هناكل الجزر، ايه رأيكم؟ طبعا عايزه اقول لكم شكرا جدا 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 لكل اللي كتب لي كومنتات جميله وكتب لي يا هبه الف سلامه على ايديكي. انا ايديا بقت الحمد لله احسن بكتير قوي من الاول. يعني حسيت كده بفرق لما حطيت والله اللي هو معجون الاسنان، حسيت بفرق شاسع عن الاول خالص. الموضوع اختلف معي. في ناس قالت لي الاحسن كمان من المعجون الاسنان والدقيق العسل الابيض، بس انا ساعتها لما اتلسعت ما جاش في دماغي اي حاجه خالص يعني. انا بحمد ربنا اللي انا جوزي كان معايا، لان انا اللي كل اللي جه في دماغي التلج، ورحت جري فتحت الفريزر على اساس ان انا اجيب تلج، فهو راح قال لي لا لا التلج لا، هو احسن حاجه معجون الاسنان. بس الحمد لله الموضوع اختلف تماما، ولحقتها قبل ما تفقفق كده ويطلع فيها ميه، لان بتضايق قوي من الحرق اللي بيطلع في ميه. شفتوا بقى؟ عملنا بقى الاصابع الجلاش المقرمشه الجميله ومن جوه طريه ومستويه جدا. وكمان عملنا الفراخ، كان عندي بقى حتتين بانيه كده في التلاجة زحمين لي الدنيا، فروحت قليهم بالمره عشان اغسل العلبه. ده كده الجناح، شايفين الجناح عامل ازاي؟ بصوا عماله لقط كده وانا واقفه في المطبخ. خلاص كده، ده كده الغدا بتاعنا النهارده. حبيت اللي انا كده يعني نسترجع كده ايام رمضان كده تاني، والاكل بقى بيبقى على السفرة كذا حاجة كده، والموضوع بيختلف كده شوية. دلعي ولادك والله العظيم، الدنيا مش مستاهلة خالص اللي انتي تبقي مكنشنة عليهم وكل حاجة. مش بتكلم على الاكل وعلى الشرب، لا بتكلم على اللي انتي اقعدي معاهم، اتكلمي معاهم، لعبيهم. والله مش عيب لما انتي تقعدي تلعبي مع ولادك. عايزه اقول لكم اللي انا عملت فيديو كده معاهم تحدي، بس مش عارفه هنزله فين بصراحه. لو انتوا عايزينه قولوا لي هنزله، لو انتوا مش عايزين خلاص بلاش. اكتبوا لي في الكومنتات وانا هشوف الكومنتات بتاعتكم ان شاء الله. عملنا تحدي جامد قوي مع بعض، وهزرنا وضحكنا وكسبنا والحمد لله. صورته وهنزله ان شاء الله، بس انتوا لما تقولوا لي. بس كده، ده كان الاكل بتاعنا النهارده. ايه رايكم فيه؟ ما تنسيش بقى تحط اللايك